يا صباح الفل. تعالوا بقى جبنا ايه مواعيننا كده ومصفياتنا. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه النهارده مع بعض. بس اول حاجه بقى لايك للفيديو، لو ما اشتركش يشترك. بصوا بقى دي بقى ايه، دي كبيره بسارية، بس كبيره كده تحفه خطيره. وهنا دي بسارية صغننه. طبعا انا جبت الصغنطوطه الاول دي، بصوا. فانا لقيت بقى الكبيره دي، فروحت جبت منها كمان، فانا جبت كيلو من دي وكيلو من دي. الصغنطوطة دي ب15 والكبيرة دي ب20. بصوا ما فريش فرق في السعر، بس بصوا دي عاملة ازاي ودي عاملة ازاي، يعني فرق 5 جنيه. بس طبعا دي تحفة. والصغيرة دي مش وحشة، دي الصغيرة بقى اللي احنا بنجيبها من عند الراجل بتاع الفسيخ كده، اللي هي بتتباع الصغنطوطة دي. هما بيخلولوش الكبيرة دي على فكرة في عند بتاع الملوحة، ممكن يكون فيه. بصوا بقى، ده كده الايه، التليفون وقع كده. شفتوا بقى ما خالتي نوسة لما قالت انا زهقانه ومقهوره، راحت عامله دماغها كده، اهو التليفون عمل دماغه كده. ما علينا يعني، ما ندققش. بصوا بقى كده انا فضيتهم، بصوا عامله ازاي. طبعا صبحه كانت لسه بقى، يعني كان الصبح بدري كده الساعه 11. كان طبعا عز بتاع السمك لسه منزل السمك. فاول ما لقيناها كده قدامنا ما ترددناش نجيبها على طول. طبعا هي لسه بقى طازه. يدي التليفون وقع تاني. مفيش مشاكل، هو زعلان ملناش دعوه بيه. بصوا بقى هنغسلهم كده بقى ايه، هنتعامل في غسيلهم بالراحه كده. طبعا احنا هنغسلهم، لازم نغسلهم غسله جميله كده، نخليهم لما نلاقي الميه بتاعتهم شفافه كده. بس احنا هنتعامل معاهم برضو ايه، شايفين كده، بالراحه. والميه تكون نازله خفيفه، ما تكونش شديده بتاعه الميه، عشان خاطر الميه متهرمش. انتوا عارفين بقى هما بيبقوا اللحم بتاع هما طراي كده مش مستحملوش. فاحنا مش عايزين نطلع مصارينهم كده في الغسيل. احنا نطلع مصارينهم ننضفهم حلو، لكن مش نهريهم. ماشي. بصوا بقى دول كانوا اتغسلوا كده وسيبناهم على جنب يتصفوا طبعا. ودول بقى هنقعد نغسل فيهم لحد ما نلاقي الميه بتاعتهم شفافه كده، يبقى كده خلاص. بصوا بقى، طبعا بقى احنا عايزين بقى نحطهم في التلاجة لتاني يوم براحتنا. عايزين نسيبهم ساعتين 3 لحد ما يصفوا ميتهم ونعملهم، مفيش مشاكل. طبعا احنا معانا الوقت لسه بدري، فاحنا اول ما جبناهم كده على طول على المطبخ غسلناهم، وهنسيبهم بقى براحتهم يتصفوا ونعملهم بقى مع بعض كده. بجد حاجة، يعني حاجة تحفة. هنغسل بقى الحوض بقى كده عشان ايه، خاطر الزفارة. بص بقى، رحت انا بقى طبعا طمعت بقى خلاص كده بقى، كنت ايه، كان مشوار الصبح بقى. فروحت واخده كام واحده بقى، جوعت رحت واخداهم كده محيقاهم تبلاهم وقليناهم. عايزه اقول لكم جمبري، يعني حاجه مقرمشه كده خطيره. فخدتهم بقى قلت اكلهم لحد ما يتصفوا بقى. طبعا كنت انا بقى خدت كلت بقى طبق السردين الصغنطوط الجميل الجمبري ده، شربت كوبايه شاي وسبتهم بقى براحتهم اتصفوا مع نفسيهم. وبعد كده رجعنا لهم تاني. بص بقى، حطيت 4 معالق ملح. احط معلقتين بابريكا، معلقتين حلوين كده. ودول 4 معالق كبار هرميين ملح. طبعا نوع الملح لازم يكون اهم حاجة. في ملح ما بيحيقش حلو، الملح اللي انا حاطاه لازم يكون ملح نضيف. هنا بقى دي شطة كده، حطينا لهم معلقة، يعتبر معلقة وربع، معلقة ونص شطة. وانا معرفش الصراحة اذا كانت حراقة ولا لا، انا حطيته وخلاص، دي لسه مشترينها فمش عارف. بس بقى يا ستي، رحت فرشة كده معلقتين ملح كده حلوين في الشنطة كده. طبعا عايزين نحطها في برطمان ماشي، عايزين نحطها في علبة ماشي، بس انا حطيتها ايه في كيس. هنا بقى قلنا ننشفها كده تنشيفة حلوة، عشان لو فيها مية او اي حاجة. طبعا هي مفيهاش اي حاجة لان انا سبتها وقت طويل كده اتصفت. دي الكبيرة، دي ايوه الكبيرة.
نديها بقى معلقتين كده ملح على الوش كده، نرشها كده نقلبها بيها عشان تبقى كلها متغلفة كده بالملح. بس احنا كده كده هنحطها في الشنطة كده ايه او الكيس، وهنرش كل حبة نحطهم نرش لهم معلقة ملح عشان تبقى كلها متغلفة بالملح. بصوا هي ايامها دلوقتي موجودة البسارية دي عشان بتبقى موجودة مستهالي من شهر 1 لحد 2 مثلا، نص 2 اخر 2 انا مش فاكرة، بس هي وقتها الايام دي تبقى في اخر 1 كده نلاقيها ايه موجودة، لان دي ما بتبقاش موجودة طول السنة. طبعا كده بقى ايه هنرش كل حبة نحطهم معلقة ملح، لان انا هحط الكمية كلها. بس شايفين بقى المصفى ما كانش فيها نقطة مية، لان انا سبتها لما اتصفت حلو كده. بقى بقت متغلفة كلها بالملح والشطة كده، تغليفة تمام. اهم حاجة مبيتهاش في التلاجة، لو احنا عايزين نبيتها في التلاجة مبيتهاش وهي مش مغسولة، نغسلها ونبيتها في التلاجة براحتها في مصفى بقى، نسيبها تتصفى، لكن منسيبهاش في شنطتها في التلاجة. بس كده بقت بصوا متغلفة كلها كده بالشطة والملح كده، بقت كلها ايه متغلفة. نجيب لها بقى حبة زيت كده حلوين، ما نكترش عشان الزيت يا جدعان، ها احنا عارفين الزيت، خلي بالكوا على الزيت. هنا بقى حطيت لها حبة زيت، واروح رابطة الكيس كده طلع منه اي هوا، عشان بقى ايه ولا هوا يدخل ولا هوا يطلع عندهم، ماشي لازم يكونش فيها اي هوا. بس كده شايفين. فاضل بقى معانا الكيلو التاني اللي هي الصغنطوطة دي. بص بقى شايفين بقى الملح دوت نوعه حلو بيحيق حلو. هعبي بقى 4 معالق ملح اهمت، بصوا كده شايفين 4 معالق ملح كبار، وهنحط لهم بقى البابريكا والشطة طبعا اهو كده، ونفس اللي احنا عملناهم في الكيلو الاولاني عملناه في الكيلو التاني. ربطة تمام. بصوا بقى الشنطة دي سربت الزيت معرفش ليه، هروح جايبه لهم كده كمان شنطتين على كيسين كده تاني. بص بقى ونسيبهم كده هو بقى اسبوع 5 ايام، هنشوف هنفتح عليهم بقى امتى كده، يعني احنا خللناهم كان يوم ايه، هنشوف احنا بقى خللناهم كان يوم سبت، نشوف هنفتح يوم ايه عليهم. بصوا كده بقى حطيتهم في كيس تلاجة، واخليهمش كده مكبسين على بعض، اخليهم ايه مفرودين كده. كيس كمان تاني، لو انتوا بقى بتحبوها بقى البسارية دي فطبعا هاتوها وخللوها بالطريقة دي، طريقة مضمونة ممتازة. هنا بقى كده رحت حطاهم في علبة واحدة. بس كده هروح مغطية بقى عليهم كده وننساهم كده اسبوع. هنجيب لهم بقى كمان شنطة عشان خاطر بقى ولا هوا يدخل عندهم ولا هوا يطلع منهم، صح كده. ونروح رابطينها كده رابطة تمام اهو كده، مبقاش في اي ايه حاجة منفسة بقى خلاص. وكده بقى اقول لكم باي، واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك وما تنسوش تقولوا رايكم. سلام.